إلى جنوبها. سعيد جدا أننا نتواجدوا هنا معنا كما شفتوا معنا الإذاعة والتلفزة المدرسية التي أطلقناها، ونقوم بتصوير مجموعة من البرامج من الطفل إلى الطفل في قناة تدعى مدرسة TV، تحمل اسم مدرسة TV التي لها علاقة وارتباط وثيق ب يعني الحياة المدرسية بصفة عامة. اسمي وسيم التوتي، أدرس بالمستوى الخامس ابتدائي بمجموعة مدارس أولاد هماد. أنا صحفي صغير. أنا سعيد بأن الأستاذ مصطفى جلال أتاح لي فرصة بأن أكون صحفي. وتجربة الإذاعة والتلفزة المدرسية زرعت في حب التنافس الشريف ولا أخاف من الكاميرا، وأصبحت أتحدث بلغة عربية فصحى بطلاقة. اسمي سمية الدرقاوي، أنا عضوة مصورة بالإذاعة والتلفزة المدرسية. لقد شاركت في عدة برامج التي قدموها زملائي. الإذاعة والتلفزة المدرسية يعني نقوم بتصوير مجموعة من البرامج من الطفل إلى الطفل، ونقوم يعني بنشر ما قمنا بتصويره مع التلاميذ في موقع الإذاعة ألا وهو يدعى مدرسة TV. هذا الموقع الذي نحاول من خلاله تقاسم مجموعة من الأنشطة التي قام التلاميذ بتنشيطها، واعتمدنا أساسا يعني في هذه الفكرة وفي هذا المشروع على فكرة الإذاعة والتلفزة المدرسية، على فكرة من الطفل إلى الطفل، يقوم الأطفال بتنشيطها ونقل يعني أنشطة الحياة المدرسية. اسمي فرح مازاز، أدرس بالمستوى الخامس الابتدائي بمجموعة مدارس ولاد همات. أنا عضوة في نادي الصحافة والإعلام، وبالضبط على الإذاعة والتلفزة المدرسية. أنا أقدم عدة برامج، ومنها برنامج مدن بلادي. في هذا البرنامج نعرف بعدة المدن المغربية. اسمي فاطمة القريني، أدرس بالمستوى الخامس الابتدائي بمجموعة مدارس ولاد هماد. أنا عضوة في نادي الصحافة والإعلام، وبالضبط بالإذاعة والتلفزة المدرسية. أشكر الأستاذ مصطفى جلال لأنه أتاح لي فرصة أن أكون صحفية صغيرة. كما أن القناة تعتمد على مراسلين من أنحاء مختلفة من المملكة المغربية، يمثلون مختلف المدارس على تراب المملكة من الشمال إلى الجنوب. كما اعتمدنا أيضا على مراسلين ينتمون لدول عربية كتونس، وهناك أيضا مراسلين من إسبانيا، وهناك سيلتحق يعني مستقبلا يعني تلاميذ من تركيا وبلجيكا، هم من أبناء الجالية المقيمة أبناء الجالية المغربية المقيمة بديار المهجر. استفدت من نادي الصحافة والإعلام. استفدت أن أقرأ القصص وأن أتحدث بلغة عربية فصحى. إن الحديث عن تجربة الإذاعة والتلفزة المدرسية داخل فضاءات مجموعة مدارس ولاد هماد يقودنا إلى الحديث عن تجربة لأطفال صغار بتأطير من أستاذي مصطفى جلال، حيث تمكنوا من خلق قناة تلفزية نافسوا بها كل ما هو محلي وجهوي، واستطاعوا أن يشاركوا بها العالم في إبداعاتهم وإنتاجاتهم لبرامج تنطلق من الطفل إلى الطفل ومن داخل فضاء الحياة المدرسية، فكانوا بذلك سفراء للجسم الصحفي الوطني في 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 إن شئنا أن نقول في فئة الصغار. تجربة الإذاعة والتلفزة المدرسية من التجارب الرائدة التي نشارك فيها في نهائيات جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، والتي نالت يعني هذه المبادرة نالت ثقة إدارة الجائزة التي قامت بتمويلها من أجل أن نتنافس على يعني بها في نهائيات ونمثل بها المملكة المغربية إلى جانب أستاذتين يمثلان كذلك المملكة المغربية، حسناء أبو شعلة وأمل أبو مسلم، بالإضافة إلى 26 مشارك من أنحاء العالم يتنافسون على جائزة تعتبر من أكبر الجوائز على الصعيد الدولي في مجال التربوي.